صباح الخير عليكم بنوتات. اليوم غادي نديرو واحد بانكيك صحي اللي فيه الشوفان وغادي يكون حلو بالبنان الدايت يعني الريجيم. اول حاجه غادي نبداو بجوج بنانات يكونوا يعني رطبين، يكونوا طيبين باش يكونوا دغيا باش يتمعسوا ليكم الفرشيط. غادي نمعسوهم مزيان. فاش غادي يكونوا هما طيبين غادي يجيوكم ساهلين باش تمعسوهم. هذا البانكيك هذا صحي الفطور. دابا انايا متبعه واحد الريجيم وهذا تيكون في الفطور يعني تيكون مزيان. من بعد ان شاء الله نقدروا نديروا سلسله ديال الريجيمات، ومن بعد غادي نزيدوا عليهم جوج بيضات. غادي نخلطوهم مع هاد البنان هذا. تقدروا تفيقوا في الصباح وديروهم وتفطروا بهم، او ديروهم في الليل وتخليوهم في الثلاجه ماشي مشكل، ولا على برا اللي كان الجو ماشي سخون بزاف. يعني من الاحسن ديروهم في الفطور بلا ما تاكلوا اي حاجه ديال النشويات في العشيه. تاكلوا في الفطور نشويات، وفاش تبدا العشيه تبداو تقلوا من النشويات، يعني هذه تتكون صحيه وتنقصوا الوزن بسرعه. دابا حنا خلطنا جوج بنانات طيبات مع جوج ديال البيض. من بعد غادي نزيدوا العناصر الاخرى. من الاحسن نتبعوا الشوفان لانه صحي، ونحيدوا علينا الدقيق الابيض نتفاداوه، والسكر حتى هوايا. دابا غادي نزيدوا واحد ربيع ديال المعلقه صغيره ديال الفانيلا السائله من الاحسن، ولا ما كانش عندكم تقدروا ديروا الفاني الاخر هذاك ديال المغرب ديال السكر، ولكن من الاحسن ديروا هاد الفانيلا هادي. هادي ما فيها لا كحول لا حتى شي حاجه. من بعد غادي نزيدوا واحد ربيع ديال المعلقه ديال القرفه. اللي تيبغي القرفه، اللي ما تيبغيهاش يقدر يتفاداها. انا تعجبني القرفه سيرتو مع البنان، تيجي المذاق مزيان. حتى هي تنضيفوها تعطي واحد المذاق زوين. نخلطوا كل شيء باش العناصر تنسجم مع بعضياتها. وغادي نزيدوا الشوفان، هو يخديناه وطحناه ولا بحال الطحين. تقريبا غتكون شي كاس ونص ديال العنبه، كاس ديال العنبه اللي تنشربوا فيه اتاي. انا تنعبر بهادو، يقدروا يكونوا في المغرب ما عرفتش واش كاينين ولا لا، ولكن الا ما كانش عندكم غديروا كاس ديال العنبه ونص ديال الشوفان. طحنوه عاد تعبروه، يعني تتشريوه وتطحنوه تولي بحال الطحين. الشوفان صحي ومزيان دخلوه في الاكل ديالنا. نزيدوا واحد القبيصه ديال مليحه باش تجينا البانكيك ديالنا يجينا بنين. خلطوا كل شيء. وما كاينين انواع ديال البانكيك، كاين بالقرعه الحمراء تيجي حتى هو صحي، كاين بلافوكا. يعني مره نديروا نوع من البانكيك باش نوعو. غادي نزيدوا واحد معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز الخميره ديال الحلوى. الخميره ديال الحلوى غادي نزيدوا واحد المعلقه صغيره.
بيكنج باودر معلقه صغيره صافي. خلطوا العناصر كلها، يعني باش غتجمعوا العناصر كلها غتجيكم سهله، غتجيو تخلطوا كلشي وصافي. خصوصا الا كان عندكم بنان طايب بزاف ما غاديش تاخذوا الوقت بزاف باش توجدوا هذا البانكيك هذا. والحاجه المهمه هي هاد الخل ديال التفاح هذا تيخلي البانكيك ديالنا فلافي ومفشه كيف تنقولوا مفشفشه ورطبه. نقدروا نديروا معلقه كبيره ديال الخل ديال التفاح، ولا ما كانش عندنا نقدروا نديروا معلقه ديال الخل الابيض اللي كان عندنا. هذه بحال البغرير ديالنا المغربي حتى هي تتخليه رطب ومنفوخ لينا مزيان. يعني فاش جربت انايا الخل جاني البانكيك احسن من نديرو بلا خل. صافي غادي نخلطوا كلشي العناصر. صافي حنا دابا درنا كلشي المكونات سالينا بلا ما نخليوه يخمر، يعني مباشره دابا غادي نحطوا المقله باش تسخن. المقله ديال البغرير اللي ما تتلصقش غادي اما نرشوها بزيت ديال الكوك بهاد سبراي، ولا نديرو زيت ديال الكوك يعني باش تكون صحيه. بغيتو دهنو بشويه الزبده ولا بالزيت الروميه ممكن، ولكن باش نكونوا غاديين صحيين نقدروا نديرو زيت ديال الكوك لانه صحي ودابا متواجد. ما كانش عندكم تقدروا ديروا شويه الزيت باش ما تلصقش لكم، يعني شويه في المره الاولى. صافي غادي ناخذوا هكا مغرفه وغادي نديروها على نار مهيله تكون متوسطه شويه. نشوف هذوك الفقاعات، شفتوا الفقاعات فاش يبداو يبانوا مع داك الخل تيخلي الفقاعات يبانوا، ومن بعد غادي نقلبوها على الجهه الاخرى. سهله مهله بالنسبه للفطور. يعني باش حنايا مالين الريجيم ما تنحسوش بالحرمان، حنا تناكلوا شي حاجه بحال من الانواع ديال الخبز وداك الشيء، ومن بعد غادي نذوقوها بالبنان ونديروا عليها السيرو يكون محلوش او العسل. وبهذا الفيديو ديالنا اليوم انتهى، ونتمنى انه يعجبكم الفيديو ديال اليوم لانه اول فيديو في القناه ديالي، ونتمنى ان شاء الله نشوفوا في فيديوهات اخرى. اوكي، مع السلامه، باي باي.